على طول حاسس انك مش مركز، دخلت على طول في الصيام مفتقد القهوه بتاعتك، واللي يكلمك تقول له معلش اصل انا صايم عشان كده مش مركز، معلش اصل انا والله ما شربتش القهوه بتاعت النهارده عشان كده مش مركز. عايز اقول لك ان انت بتظلم الصيام وبتظلم قدرات مخك الاستيعابيه على تعديل طريقه الحرق بتاعته عشان يديك تركيز اعلى. افهم معايا كده بسرعه، انت في الاصل مخك والجهاز العصبي بتاعك مصدر الطاقه الرئيسي بتاعه هو السكر. فطبعا حضرتك بحكم ان اغلبنا ما بيصومش كتير خارج رمضان، فالمخ متعود طول الوقت ان سكره موجود. انما حضرتك اول ما بدات معانا الصيام اول 4 5 ايام المخ بدا يحس ايه ده، فانت مخك كان متعود على ان طول الوقت جنب منه السكر بتاعه، وقتها بيعوز انت بتشرب. وكده سلام كمان لو انت كنت بتاخد القهوه بتاعتك فبتاخد جزء من الكافيين اللي تعدي عندك معدلات الاستيعاب والذاكره شويه. ولكن خليني اقول لك ان مع التعود على الصيام بيبدا المخ يتعود ان يستخدم كميات اقل من السكر، ويحصل عنده كمان حاجه اسمها الميتابوليك شيفت، يبدا يتعود ياكل مصادر غذائيه ثانيه، ويبدا يتعود ياكل مصادر طاقه ثانيه من جوه الجسم، بتحصل مع ارتفاع معدلات الحرق اللي بتيجي مع فترات الصيام الطويل. اللي بتكلم عليه ده بيوصلني ان انا جزء كبير من الوصلات العصبيه اللي كانت موجوده عندي في الاماكن اللي مسؤوله عن الذاكره ان بترجع تاني تتنشط وتشتغل احسن من الاول. فبعد اذنك ما تظلمش الصيام تقول انا مش مركز. ممكن نعديها اول 4 5 ايام، انما بعد كده بيرجع تاني التركيز يكون زي الاول، بالذات لو انا متسحر كويس. افتكر دايما ان صحتك اهم.